السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة فينياس فوت. كما شفنا اليوم نتكلموا على بن عطية والدور المستمر ديالو مع المنتخبات في جميع الفئات السنية، المنتخب الأول، المنتخب الأولمبي. شفنا دخل الفيستير في المباراة الأخيرة ديال المنتخب مع الرأس الأخضر اللي تعادلوا فيها في الرباط. بالتالي بعض الناس ولاو كيتسائلوا شنو الدور ديال بن عطية مع المنتخب. بن عطية كنا كنعرفوه كلاعب سابق، لعب مع المنتخب المغربي، لعب مع جيفونتيس، روما، بايرن ميونخ، فرق كبيره، وعنده واحد الباجاج كبير كلاعب. ولكن من بعد الاعتزال ديالو ولينا كنشوفوا بعض مؤخرا ولينا كنشوفوا الدور المتكرر ديالو، ولكن لا على حد العلم ديالي انه هو وكيل لاعبين، انه عنده وكيل لاعب للأناحي. لذلك ما كنظنش انه تيقلب على شي بوست في الجامعه باش يخشي راسو حتى هو مثلا. لذلك انا ما كنعرفوش انه شنو الدور ديال وكيل لاعبين في المحيط ديال المنتخب المغربي، لانه ببساطه حنا عندنا واحد الفوبيا ديال وكيل اللاعبين. الناس اللي كيتبعوا المنتخب لمده طويله غيعرفوا بلي حنا عانينا بزاف من السماسره اللي تيفرضوا على بعض المدربين انهم يلعبوا اللعابه ديالهم، وبالتالي كانوا هناك تخوف بطبيعه الحال. بزاف ديال الصحفيين تكلموا على الموضوع ديال بن عطية واش كيدير في داخل الفيستير، داخل منتدى الملابس، اللي محدو ما يقدرش اصلا يوصل للفيستير. ولكن كنشوف انا بن عطية دخل حتى الفيستير، واش هو كيستغل المكانه ديالو ككابتن سابق، قائد المنتخب المغربي سابقا. جوج اللاعبين او كاينين بزاف ديال اللاعبين في المنتخب الحالي كانوا يلعبوا معاه وكان هو القائد ديالهم، وبطبيعه الحال كيكون واحد الاحترام واحد التقدير كانه كابتن، واخا كان شحال هادي كيبقى هذاك الود بينات اللاعبين. وبالتالي كنشوفوا واش بن عطية كيستغل المكانه ديالو باش ياخذ واحد كما تقولوا الباس، يمشي فيما بغى يمشي، يدير ما بغى. للاسف هادشي اللي شفنا كاين دابا الساعه هذه. كاين شي بعض الناس يقدر يقول لك ولا راه الركراكي قاد بشغله. حنا عارفين الركراكي قاد بشغله، حنا ما قلناش داك الشيء، ولكن واش الركراكي غادي يبقى تابع بن عطية ولا الركراكي غادي يبقى تابع اللاعبين؟ واش الركراكي غادي يمنع العلاقه ما بين بن عطية وما بين اللاعبين؟ ما يمكنش. بالتالي الركراكي الحد او الاقصى ما قد يدير على بعض اللاعبين اللي كيقدروا يتخذوا واحد القرارات غير منطقيه، انه غادي يقول ليه واخا ندير اللي بغيتي، ولكن انا غادي نتخذ القرارات ديالي على اساس واش غادي يكون في التشكيله الاساسيه او واش غادي يعيط عليه ولا لا. مثلا رومان سايس كان قريب بزاف من مارسيليا، قريب بزاف، كان باقي ليه غير شي رجوشات صغيره ويولي لاعب ديال مارسيليا. تتعاقد مع بن عطية وبقدرتي قادر كيمشي الصاد القطري. حنا ما قلناش واش يمشي ولا ما يمشيش. حنا سايس لعب بزاف على واحد المستوى عالي بزاف. سايس كبير في السن، قرب يعتزل، ماشي مشكل يمشي يدير واحد الاعتزال نسبي في قطر، ياخذ الفلوس مع راساتو ويلعب شويه عليه. ما كاينش شي واحد تنافسي كبيره اللي قد يتصاب فيها ولا يبعد على الميادين بزاف. على اي هو مشى للسد القطري، تكلم مع الركراكي قال لي غادي ناخذ القرارات ديالي، انا نشوفك انت ونشوف التنافسي ديالي كي دايره ومن بعد ناخذ القرار. وكما قلت لكم باللي انه هذا هو اقصى ما يقدر يدير الركراكي. جو الركراكي قاد في شغله الركراكي ما غاديش يقدر يقول للاعب الا ما تمشيش، كل لاعب حر فين يمشي. داكشي علاش نقول لكم علاش انه خاص حمايه ديال المحيط المنتخب. بن عطية وكيل اللاعبين مرحبا، تريبون تجلس مع الناس، ما تخلط مع لعابه، ما تخلط مع ستاف، ما تاخذ باس تدخل فيما بغيتي، ما تدخل فيستير. دابا انت كنتي لاعب سابق، وكون كنتي مازال لاعب سابق وماشي وكيل لاعبين قدر واحد يدوز يقول لك راه كان معاهم وصاحبهم، ولكن دابا انت بصفه ديال وكيل لاعبين ما خاصكش تتجاوز الحدود انك وكيل لاعبين، وما تقدرش انك تستغل المكانه ديالك السابقه باش تروج الاعمال ديالك داخل المنتخب. حنا ما غاديش نبقاو نتسناو حنا حتى نزل المنتخب يمشي لقطر عاد نقولوا هو الركراكي قاد بشغله. ماشي تنتقدوا بن عطية بهذيك الطريقه اللي كيظن البعض، ولكن بن عطية اللاعب السابق مرحبا به، بن عطية وكيل اللاعبين يبقى في التريبون وبعيد على المنتخب. هادشي ماشي تنقولوه من فراغ، ولكن راه عانينا بزاف من السماسره.
علينا بزاف بعض اللاعبين او وكلاء اللاعبين اللي كيفرضوا على المدرب يدخل هذا اللاعب. بعض المرات كتشوف شي لاعب اصلا انت كتسائل كتقول هذا كيفاش توصل للمنتخب، هذا كيفاش تاجا، شكون جابو وعلاش يدخل يلعب اصلا. وكنا كنفهموا باللي انا وكيل اللاعب هو اللي تيضغط على المدرب باش يدخل يلعب. وكانت غير مؤخرا مع خليلوزيتش وكانوا جوج ديال اللاعبين ما كيلعبوش مع الفرق ديالهم وكانوا كيجيو وكيلعبوا، ما غاديش نذكر الاسماء ديالهم، ما بقاوش كيجيو صافي. على اي تنقول انه ضروري من حمايه ديال المحيط المنتخب. وبن عطيه بحال حس بحال واحد الصهد جاي ليه اقل ولا تيكتبوا ولا شي ديال انتقاد ليه شخصيا علاش يعني ولا بزاف تيدور على المنتخب. فهو الله اعلم، انا ما متاكدش من المعلومه هذه، انه تكلم مع سعيد باش يخرج يدافع عليه خرج سعيد يقول للصحافه لا بن عطيه صاحبي وانا اللي درت الاختيارات ديالي وماشي بن عطيه اللي غادي يدير الاختيارات ديال حياتي يعني. وحتى الزوجه ديال سيسي خرجت قالت هو صديق ديالنا بلا 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 بلا. ولكن كنظن انه بن عطيه كان عنده دور كبير وكبير بزاف باش انه مشى للسد القطري. علاش؟ حيت انه هو اللي جاب ليه العرض يعني بخلاصه. يعني هو قال لهم انا بن عطيه كيجيب لي العروض وانا كنعزل. ولكن سي بن عطيه ما لقيتي غير السد القطري ماشي شي مانشستر شي تشيلسي شي دي غير السعوديه. شكون غنمشي للسعوديه والله تندوزوها هانيته ماشي مشكل. واخا تنقولوا انا سيد كبير وقرب يعتزل، ولكن كنا تنقول على الاقل يتسنى غير كاس افريقيا، يشد واحد الريتم عالي يلعبوا كاس افريقيا. ومن بعد كاس افريقيا هي اصلا كتغادي تكون اخر محطه ليه يعني كمسابقه قاريه او مسابقه كبيره، وغادي يمشي يعتزل دوليا. يعني حتى مع المنتخب 2026 ما كانش انه غادي يكون مازال على هذاك الريتم. بالتالي يكون غنمشي على السعوديه على الاقل نقول واحد الريتم يكون طالع شي شويه يمشي مع كاس افريقيا نديوها ان شاء الله. الا كتبت لينا ما كتبتش ما عندنا ما نديرو، ولكن على الاقل كتقول غتمشي بواحد الافكتيف واجد افكتيف بحال داكشي ديال قطر ديال المونديال تمشي ودير اللي عليك. ومن ديك الساعات اخويا سير قطر القطري سير اللي بغيتي. يعني تنقول لك هكا ماشي كنتحكموا انا تنتقدوا اختيارات الواحد في حياة ديالو الشخصيه، ولكن غادي كتقول التمنيات وصافي ماشي. يعني على اي كنتمنى انه من الجامعه او الركراكيه يديروا واحد الحد او واحد الليميت لبعض الاشخاص باش ما يبقاوش يتجاوزوا الحدود ديالهم، وتبقى هذيك الكونسنتراسيون اللي كانت في كاس العالم تبقى هي اللي تكون عندنا حتى هي في كاس افريقيا. اما في بريف قصير سفيان مرابط يعني قريب بزاف من مانشستر يونايتد يعني 99%. اللاعب يعني وصل فيورنتينا واحد العرض ديال 35 مليون، في حين انه فيورنتينا كان كيطلب غير 25 حتى 30. يعني 30 مليون كان حاطين ماكسيموم ديال السعر ديال سفيان. ومانشستر يونايتد ما بغاش يدخل في واحد مزايدات مع فرق اخرى، بغى يسربي كما تقول سربي الصفقه بالزربه باش يبدا التحضير ديالو، فعطاو 35 باش كما تنقولوا باش الصفقه تمشي بواحد الطريقه يعني سلسه بزاف. وبالتالي فهم واحدين مع الصفقه ديال المهاجم، ولكن ان فوت تسالي الصفقه ديال المهاجم غادي يلقاو يعني الكونترا ديال او الصفقه ديال مرابط ديجا واجده غتكون غير خاصها السيناتور وصافي. ما غازال كاين واحد الكلام بزاف على الصفقه ديال المرابط، واش انتحار حر او غيقاد توقد بشغله، حيت غنعرفوا انه مانشستر يونايتد تما في بوست اللي كيلعب فيه المرابط كاين واحد اللاعب واحد اخر عنده تجربه هو كازيميرو. هاد واحد الخصها حلقه بوحدها هذه، من بعد نقدروا نتكلموا على الموضوع هذا. شنقول لكم وصلنا للاخر ديال الفيديو، ما تنساش انك تشارك وتابوني وتفعل الجرس، ومن هنا الفيديو الجاي ان شاء الله خليكم على خير. السلام عليكم.